لفائف الجبن المثومة. حقيقة كل وصفات المعجنات اللي سويتها بكم، وهاي الوصفة بكم ثاني من كثر ما طيبة، ضروري تجربوها. للعجينة نحتاج طحين، خميرة، شكر وملح. ضفت لها بصل وثوم باودر وزعتر أخضر وروزماري مجففين، وممكن أي أعشاب مجففة متوفرة عندكم. عجنتها بلبن بدرجة حرارة الغرفة وشوية من الزيت ومي دافي، وتركتها تختمر مدة ساعة كاملة بمكان دافي. للحشوة نحتاج زبد بدرجة حرارة الغرفة حتى يكون طري، وثوم مشوي وشوية من الأعشاب المجففة المتوفرة عندكم، وضفت لهم زعتر أخضر وممكن أي نوع ثاني وشوية من الملح. العجينة ورا ما اختمرت فتحتها بشكل مستطيل، ودهنتها بخلطة الزبد اللي حضرتها، وضفت لها شوية جبن ولفيتها مثل الرول. قطعتها وخليتها بالتبسي تختمر مدة نص ساعة، والفرن محمي مسبقا على درجة حرارة 180 شويتها وتاخذ تقريبا نص ساعة أو حسب الفرن. وبس بالعافية.